ايش؟ كيف يعني؟ يعني هو قدم النصر ورقه ولا قال لهم كلام؟ لا عوض قدم ورقه. كمل. قدم ورقه إيه بس ما فيها توقيع نادي الهلال. طيب كمل. هذه لا تعتبر خطاب. ارسل خطاب للهلال. ابو تركي الله يرحمه كلامه عبد الرحمن. ارسل خطاب للهلال. انا ما قلت لك فيها توقيع الله يجزاك خير. انا قلت عوض خميس ارسل خطاب لنادي الهلال قال ارغب في فسخ عقدي. طيب خلاص هذه الجزئيه اللي بعد التوقيع. اوكي اي عشان كذا عاقبوا النصر. عشان كذا عاقبوا. طيب ليش عاقبوا الهلال؟ عاقبوا الهلال استنادا المادة 6 تقسيم 3 تقسيم 1 اللي تقول يكون الحد الأعلى للأجر الشهري للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة بمبلغ لا يزيد عن 200,000 ريال وفق الضوابط التالية. ثم سردت الضوابط. بمعنى ذلك أن الاتحاد السعودي لم يأخذ بالسلطة، أخذ أنه الحد أنه فوق الحد الأعلى للأجر الشهري. طيب السؤال يطرح نفسه، طالما أنك أنت كنت قوي واصدرت على النصر هذه العقوبة لأن النصر قال أنا وقعت مع اللاعب بناء على العقد، بناء على الخطاب اللي وجهه لنادي الهلال بفسخ العقد. صحيح. طيب وراك وانت تشوف الهلال يخل بالنظام ويرفع ويعطي أكثر من الحد الأعلى، ما وقفته فترة. هذه بتركها للنصراويين، لأن الأخ محمد يقول النصر ما راح يروح الفيفا. محمد ركباني. أوكي خذها مني وأنا مسؤول عنها. النصر راح يروح للفيفا، وأنا أنصح إدارة القناة قناة 24 أنها تحط برامج إضافية العصر، لأن في نسبة كبيرة الهلال يهبط درجة أولى. بس كيف يروح للفيفا وهذا قانون يبطل؟ معلش كيف؟ ما راح أقول شيء يستند عليه. بس كذا بينبسط. أنا أعرف بس ما راح أقول. عبد العزيز كذا بينبسط بس. ايه اكيد بيلعب مع الهلال. لا لان الهلال اذا راح درجه اولى تجي عقود رعايه بتصير عقود ايه اكيد صحيح والله فعلا هذا على فكره. اسمع عبد العزيز كيف هذه من الاشياء اللي هتضيف للدوري الدرجه الاولى اشياء كثير. عبد العزيز شوف اسمع بيحقق الهلال محمد الذايب يا رجال خليني بيحقق الهلال بطوله الدرجه الاولى ويضيفها مع بطولاته بعد. طيب عاد هذا اذا حققها عبد العزيز